طيب هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بلغتنا العربية الجميلة. نبدأ باللغة العربية الجميلة. نوجه نداء لأول مرة في التاريخ، نداء يوجه لأول مرة في التاريخ، نخاطب فيه الشعوب، نخاطب فيه الشعوب، لا نخاطب الحكومات فقد نفضنا أيدينا منها. نخاطب الآن الشعوب التي تؤمن بالحرية، التي تؤمن بالعدل، التي تؤمن بالكرامة. إلى صغيرة استيقظت في يوم الانتخابات، ذهبت لكي تختار رئيسا لبلادك ووضعت رأيك في الصندوق، ثم بعد أن ظهرت النتيجة وأتى هذا الرئيس وأمضى عاما يحاول أن ينفذ ما وعدك به وبقي له 3 أعوام، إذا بجنرال من الجنرالات يقرر من عند نفسه أن هذا الرئيس لا يصلح، وأنه لا بد أن يعزل، ولا بد أن يأتي هذا الجنرال برئيس يروق له، ثم يأتي بدستور غير الدستور الذي استفتيت عليه، ثم يأتي بكل شيء خلاف ما اخترت أنت. هل ستستطيع أن تعيش بعد أن سلبت إرادتك، بعد أن سلب حقك؟ هل ستستطيع أن تورث هذا الذل لأبنائك؟ كيف ستنظر لنفسك في المرآة وأنت لم تحرك ساكنا بعد أن اغتصبت حريتك وسلبت إرادتك وضاع من بين يديك حق تقرير مصيرك؟ أوجه هذه الرسالة إلى كل شعوب العالم، إلى كل شعوب العالم، وأطلب منكم شيئا واحدا. ما حكيت لكم حدث مع شعب مصر، ما حكيت لكم حدث مع شعب مصر، فأبى الأعزاء، فأبى من عندهم كرامة، فأبى من عندهم رغبة في أن يعيشوا أحرارا إلا أن ينتفضوا وينزلوا إلى الشوارع لكي يحموا اختياراتهم ولكي يستردوا حقوقهم المسلوبة ولكي يعيدوا رئيسهم الذي انتخبوه إلى مكانه الطبيعي حيث يقرر ما يجب أن يكون وما لا يجب أن يكون. مطلبي منكم يا شعوب العالم هو مطلب واحد: انزلوا إلى الشوارع فانتفضوا كما انتفض هؤلاء الأحرار. الله أكبر.